يا مساء الخيرات. نيجي بقى لرابع فيديو من تجربتي في مرحله الاي جي، وهي يمكن التجربه بقى اللي كانت بالنسبه لي اصعب جزء قوي في الموضوع ده، وهو ازاي هختار المدرسين اللي عاوزه اكمل معاهم. طبعا نقطه بس بحب انوه عليها ان هو مش شرط في الاي جي ان احنا ناخد دروس، ممكن نكون مستكفين بالمدرسه، مفيش اي مشكله خالص. ولكن انا مغتربه زي ما قلت لكم، كنت انا محتاجه جامد جدا ان طبعا لازم يكون في مدرسين مع بنتي ان شاء الله يكونوا يعني سبب بعد فضل ربنا ان شاء الله باذن الله ان هي تجتاز الماده ويبقوا بيشرحوا وتقدر ان هي تستفيد منهم باذن الله. طب انا كنت بعمل ايه؟ انا زي ما قلت لكم من قبلها بسنه كده انا كنت على جروبات الاي جي، وكنت بجمع اسامي وبسمع اسامي، وطبعا مهما قريته من اسامي دايما كل اسم تلاقي فيه كومنتات ايجابيه وسلبيه. انا كنت بسمع وبخزن عندي وبكتب عندي وتمام. والحاجه الاساسيه اللي كنت بعملها هي دعاء الاستخاره، ما كنتش ببطل دعاء استخاره ابدا، علشان بطلب من ربنا يا رب يعني اختار لنا الخير. انا هقول لكم طبعا تجربتي مع الاساتذه اللي اشهد يعني قدام ربنا ان انا والله ما كان لي اي علاقه خالص بيهم ولا كنت اعرفهم. زي ما قلت لكم انا مغتربه، فبالتالي انا ما اعرفش الاسامي دي في مصر ولا عمري قابلتهم ولا اي حاجه، ولكن هو توفيق من رب العالمين. الحمد لله ربنا وفقنا ان احنا اخذنا الكيمستري مع بيتر بولس، فيزيكس مع حسين خالد، بيولوجي مع علي وائل، ماث مع مينا عدلي، انجلش مع ادهم عمر، بزنس مع عاصم النادي، واي سي تي مع محمد ممدوح. والحقيقه يعني مجهودهم على راسي من فوق، والناس دي يعني بذلت مجهود طول السنه رائع وربنا يكرمهم بجد. ودي بقى الحاجه اللي انا بتكلم بقى فيها تاني، ان اولا واخيرا برضو هرجع للام، ان انت ممكن الاسامي دي تمام تجربتي انا معاهم زي الفل، تيجي انت مثلا تاخدي مع اي حد ما ترتاحيش او ابنك ما يرتاحش، انت هنا بقى تاني الدور عليكي. انت متابعه ابنك بتفهم ولا ما بتفهمش، بتحل ولا ما بتحلش، بتتابعي مع المستر، بتتابعي مع الاسيستنت. ودي نقطه برضو خليني ارجع ليها، ان برضو بعض الامهات بيبقوا فاكرين ان هو طالما حجزوا برايفت سيشن مع المستر ان هم خلاص اشتروا المستر واشتروا الاسيستنت واشتروا الماده وخلاص عبيد عندنا بقى. فاللي هو ايه بقى، لازم يعني ليل نهار تبعت للمستر وليل نهار تبعت للاسيستنت ولازم ترد دلوقتي. لا، خلينا برضو نظبط الاكسبكتيشنز كده يا جماعه، ونظبط التوقعات بتاعتنا ان المدرس والاسيستنت اللي معاه دول بشر وعندهم غيرنا الالافات، اللهم بارك، عندهم دروس ومدرسه والكلام ده. هم اكيد مش قاعدين مستنيين المسج بتاعتنا اللي احنا نوصل لها يعني نبعتها، فنبقى بالراحه. والاسيستنت اللي مع المدرس دي ممكن تكون طالبه، ممكن يكون طالب. ما حدش يقول لي بقى طب وطالبه وطالبه ليه بيشتغلوا لاسباب تخصهم، بيشتغلوا عشان عندهم شغف وحب للماده، فحابين ان هم يكملوا في الماده ويساعدوا غيرهم. فاحنا نتعامل معاهم كامهات مش كعبيد، ان هم عندنا لا لازم. لان كنت بشوف برضو بوستات غريبه قوي، ببعت للاسيستنت تتاخر 24 ساعه. يا حبيبتي يعني هي بنت عادي، ولد عنده شغل، عنده كليه، عنده اي حاجه. فمهم جدا انا بدي دروس ليه؟ نظبط المعنى، ظبطوا المعنى جوه دماغي. انا بدي دروس عشان سبورت سيستم لابني او بنتي، يشرحوا الماده، يبقوا معاهم بيحلوا كلاسيفايد بيبر، بيحلوا الباس بيبر، بيحلوا الحاجات دي كلها، ابقى انا كده. ولكن مش معناه ان المستر هيقف فوق راس ابني عشان يخليه يحل. وده خلينا بقى نرجع للفيديو الاولاني اللي انا قلته ايه، لو ابنك مش عارف مصلحته ومش عارف ان وراه ضغط ووراه مسؤوليه والتزام، وانت كأم متابعه معاه، ما تلوميش حد. ما ينفعش ارمي اللوم على المستر، ما ينفعش ارمي اللوم على الاسيستنت، ما ينفعش ارمي اللوم على النظام، لا. فنصيحتي ليكي في اختيار المدرسين، اقري، خدي فيدباك من ناس كتير، جربي، لازم تجربي. اقعدي مع ابنك اول سيشن، اسمعي المدرس بيقول ايه، اسمعي شوفي طريقته هتعجبك ولا لا، شوفي ابنك، اسمعي من ابنك، حابب المدرس، حابب المدرسه، اي حاجه اسمعي منه وجربي. حسيتي باي خطر في الاول، ما حسيتيش ان ابنك مستفيد، اسحبي ابنك ودوري على حد تاني. ما استناش لقبل الامتحان بشهر واقول المستر وحش، المدرسه وحشه، مين يقدر يلم معايا الماده. لا، حضرتك كده يبقى انت كنتيش واعيه مع ابنك، ما كنتيش فايقه معاه، ما كنتيش متابعه معاه من الاول، فما تلوميش حد الا نفسك. يعني ده لغايه دلوقتي كده دي التبس ودي الحاجات المهمه كده اللي انا حبيت ان انا اشاركها مع الامهات، يا رب تكون سبب في ان هي يعني الفيديوهات دي غرضها ان هي تنظم لكم الصوره بس علشان تقدروا ان انتوا تخوضوا التجربه. ربنا يفتح على اولادنا جميعا يا رب، ويرزقهم من يعني السكينه والطمانينه كده، ويعيننا جميعا ويقوينا.